مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا عالي المستوى يلتقي بوزير الخارجيه الياباني. مدرسه ورساي كالو تختتم العام الدراسي 2018-2019. تخريج 140 طالبا في مجال إخراج الأفلام والدراما. برلمان بريطانيا يصوت ضد كل الخيارات البديلة للبريكست. الهند تختبر صاروخا مضادا للأقمار الصناعية، وباكستان تحذر. فيضانات إيران تحصد مزيدا من الضحايا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. التقى وفد إريتريا على المستوى يتكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب، بوزير الخارجية اليابانية السيد تارو كونو خلال زيارته لليابان، والتي بدأت من 25 وستستمر حتى 29 من مارس الجاري. وفي اللقاء الذي جرى اليوم 28 من مارس الجاري، أشاد الوزير تارو كونو بالدور الكبير الذي لعبه فخامة الرئيس سياس أفورقي لإرساء السلام والمصالحة بين إريتريا وأثيوبيا، معبرا عن سعادة بلاده لرفع الحظر المفروض على إريتريا. كما أكد جاهزية اليابان للمساهمة بدور كبير في إعمار القرن الإفريقي. من جانبه عبر الوزير عثمان صالح عن امتنانه باسم حكومة وشعب إريتريا بالدعوة المقدمة لزيارة اليابان وحسن الضيافة، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها مع مختلف المسؤولين اليابانيين تلعب دورا لا يستهان به في تفعيل العلاقات الثنائية والشراكة التعاونية بين البلدين. وفي الختام اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الموارد البشرية والبنى التحتية والثروة البحرية والصحة والمياه والتجارة والصناعة. كما أجرى الوفد مباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية ومؤسسة التعاون الدولية اليابانية جيكا وجمعية الاقتصاد والتنمية الإفريقية أفريكو حول تطوير التعاون وبناء السلام. وقد بحث الوفد في لقائه برئيس مؤسسة التعاون الدولية اليابانية السيد شينشي كاياتوكا سبل الدفع بالتعاون الثنائي في المجال الفني، وكذا التعاون في مجال التعليم الابتدائي. والتقى الوفد الإريتري أيضا بنائب رئيس جامعة إشيكاغا، حيث طلع على الموروث الثقافي لليابان. كما بحث مع وزير الدولة للبيئة قضايا الطاقة. هذا وكان الوفد الإريتري على المستوى الزائر اليابان تلبية لدعوة وزير الخارجية الياباني قد بحث من قبل مع رئيس وأعضاء مجموعة اليابان إفريقيا في البرلمان ورئيس بنك التعاون الاستثماري الياباني ومسؤولين آخرين أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة الإريترية اليابانية وكذا اليابان والقرن الإفريقي. اختتمت مدرسة ورساي كالو في ساوا التي تستقبل الطلاب القادمين من كافة المدارس الثانوية بالبلاد لإكمال الصف الثاني عشر والمشاركة في امتحان الشهادة الثانوية، اختتمت أنشطتها الأكاديمية للعام الدراسي 2018-2019. وفي مراسم الاختتام التي جرت في 27 من مارس الجاري، ألقى مدير المدرسة الأستاذ روسوم جبريهويت كلمة أوضح فيها بأن المدرسة عملت منذ بدئها تقديم الخدمات التعليمية ل17 عاما، واستقبلت خلالها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، مشيدا بأعضاء التدريب في مركز تدريب الخدمة الوطنية وكذا المعلمين. وأشار الأستاذ روسوم بأن المدرسة قد استقبلت هذا العام 13559 طالبا، منهم نسبة 50.3% من الطالبات القادمين من 103 مدرسة ثانوية والمشاركين في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية، موضحا بأن الإدارة الكفؤة لشؤون الطلاب ومهارات التدريس المرتكزة على الطلاب ساعدت في إنجاح أنشطتهم الأكاديمية. كما قدم توضيحا مسهبا حول نتائج امتحانات الشهادة الثانوية خلال الأعوام الثلاث الماضية، حيث كانت نسبة النجاح في العام 2016 37%، و50% في العام 2017، و40% في العام 2018، مشيرا إلى أن هذه النتائج مشجعة جدا، معبرا عن توقعاته بأن يحقق الطلاب نتائج أكثر من ذلك. وقد قدم في الختام عقب البرامج الفنية جوائز تشجيعية للطلاب المتفوقين في مجالات التعليم السياسي والنشاط الأكاديمي والعلوم الاجتماعية والطبيعية. كما قدمت شهادات تقديرية للمعلمين الأكفاء والمشرفين التربويين وغيرهم من الشركاء في إنجاح العملية التعليمية.
نظم مكتب الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة دورة تدريبية في إخراج الأفلام والدراما بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، شارك فيها 140 طالبا. وأشير في مراسم التخرج التي جرت بسينما أسمرة في 27 من مارس عن اشتمال الدورة التي استمرت ل5 أشهر على إخراج الأفلام والكتابة واستخدام الضوء. وقدم الكاتب سلمون درار في المناسبة رسالة اليوم العالمي للمسرح، مشيرا إلى مسيرة المسرح في البلاد وتحدياته، ومؤكدا على ثقته التامة في تقديم أعمال جيدة تنافس على المستوى العالمي. وأوضح ممثل الطلاب أن الدراسة التي تلقوها كانت تطبيقية بنسبة 80%. وشهدت مناسبة التخرج تقديم عمل فني بعنوان الباء ومقتطفات من كتابات وأشعار الفقيد إسياس أجاي. هذا وقدم مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخل الشهادات للخريجين. اندلع حريق في ضاحية قرمي بمديرية شامبوقو في الساعة 3 بعد ظهر يوم 26 من مارس، وقد أدى في وقوع خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات والماشية. وأوضح مكتب إدارة ضاحية قرمي أن الحريق دمر 55 منزلا بما فيها من ممتلكات، فضلا عن نفوق 35 من الماشية والدواب، وتدمير 5 مولدات منزلية و250 كنتال ذرة و50 جراما من الذهب، داعيا لتقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة. ولم يحدث الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن أضرارا في الأرواح البشرية. هذا وكان حريق آخر قد اندلع بضاحية عناقولو بمديرية بارنتو، أسفر عن تدمير 20 من المنازل مع كامل ممتلكاتها. عقد الإريتريون المقيمون في بورت سودان سيمينارا حول القضايا الوطنية ودور الجالية فيها خلال هذه المرحلة. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد إبراهيم إدريس في المناسبة أن الحكومة والشعب دخلا المرحلة الجديدة بجد ونشاط لإعمار البلاد إلى جانب الدفع بالتكامل الإقليمي. وذكر المشاركون بأن الشعب الإريتري قام بتمتين وحدته في أحلك الظروف، وقد تجاوز المعوقات والعراقيل بالتصدي القوي، منادين بضرورة الحفاظ على هذه الروح الوطنية وتنظيم برامج متواصلة حول الأوضاع الراهنة. من ناحية ثانية، نظمت الجالية الإريترية في الخرطوم بالتعاون مع السفارة الإريترية دورة تدريبية في الكتابة والقصة القصيرة والدراما والأعمال الفنية الأخرى. وأشاد القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس بجهود الجالية الإريترية بالسودان في عكس الصورة المشرقة لإريتريا وتنشئة الأطفال والشباب على القيم الوطنية والاعتزاز بالهوية، مؤكدا بأن السفارة تعمل مع شركائها لاستمرار الدورات التدريبية. من جانبه، أوضح رئيس الجالية الإريترية في الخرطوم السيد سلمون درس بأن الدورة التدريبية جزء من العمل الجاري للحفاظ على القيم والمشاركة في البرامج الوطنية حسب ميول الشباب وهواياتهم. عقد تنظيم الشباب العام في عيلة برعد مؤتمره الدوري، وقدم في المؤتمر تقريرا عن أنشطة الأعوام الثلاث الماضية، كما وضعت خطة عمل سنوية وانتخبت هيئة إدارية للسنوات الثلاث القادمة. ونظمت في المناسبة محاضرة ل50 من الشباب العامل في الوزارات والاتحادات الوطنية حول الإدارة والقيادة وأهمية التأطير ودور الشباب في إعمار البلاد وتحقيق المصلحة الوطنية. وأوضح مسؤول الشؤون الاجتماعية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد هبت سلاسي كبرآب ضرورة اهتمام الشباب بالتعليم وتعزيز مساهمتهم في هذه المرحلة. نظمت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة في الإقليم سيمينارا لمتبرعي الدم في عصب. وقال رئيس الجمعية السيد أحمد قعس أن أعمالا كبيرة قد نفذت لرفع عدد المتبرعين الطوعيين بالدم، وأن هذا السيمينار يأتي في هذا الإطار التعبوي. من جانبه، أوضح مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد محمد ناغوس أن أنشطة التوعية للتبرع بالدم وإقامة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم أسهم في إحداث تغيير إيجابي لعملية التبرع بالدم، مؤكدا على حرص وزارة الصحة لتقوية الجمعية. هذا وقد دعا المشاركون في السمينار إلى توسيع برنامج العمل الذي بدأ بالمؤسسات الحكومية ليشمل الطلاب والشعب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.
على الصعيد العالمي، صوت النواب البريطانيون ضد 8 خيارات بديلة لبريكست كانت تهدف إلى تخطي مأزق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع المفوضية الأوروبية ولم يحظى بالقبول. وتضمنت الخيارات التي تم التصويت عليها التفاوض على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وإجراء تصويت شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه، أو وقف عملية بريكست برمتها. وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان رئيسة الوزراء البريطانية أنها مستعدة للتنحي عن منصبها إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها للخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر تعديلا بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظموا سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه سابقة خطرة ولا يمكن التكهن بنتائجها. قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن بلاده أسقطت قمرا صناعيا في الفضاء بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وأشاد بالتجربة باعتبارها إنجازا كبيرا في برنامج الفضاء الهندي. أعلن مودي عن التجربة في كلمة للأمة بثها التلفزيون، وقال أن الهند ستكون رابع دولة فقط في العالم تستخدم هذه الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. وسعى مودي إلى طمأنة المجتمع الدولي قائلا أن هذه القدرة الجديدة ليست موجهة لأي أحد، وإنما هي مبادرة دفاعية لبلاده. وأكد أن الهند تعارض دوما سباق التسلح في الفضاء، وتملك الهند برنامجا فضائيا منذ سنوات، وتصنع أقمارا صناعية لتصوير الأرض، ولديها قدرات إطلاق بأسعار أرخص من البرامج الغربية. من جهتها نددت باكستان بعدم اللجوء للتهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي، وحذر باتريك شانهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أي دول ربما تدرس تجربة أسلحة مضادة للأقمار الصناعية على قرار التجربة التي أجرتها الهند من إشاعة الفوضى في الفضاء، مشيرا إلى الحطام الذي يمكن أن تخلفه تلك التجارب. لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم في الفيضانات غير المسبوقة التي تشهدها إيران منذ 10 أيام، في وقت يزور فيه الرئيس حسن روحاني محافظة غوليستان التي تعد من بين الأكثر تضررا من هذه الكارثة. وكانت أمطار غزيرة قد أدت إلى فيضانات في المناطق الشمالية من إيران، مما أوقع 10 قتلى على الأقل وفق حصيلة رسمية. ثم امتدت الفيضانات إلى محافظات جنوب البلاد وغربها المعروفة بجفافها، مما خلف 33 قتيلا منذ 25 من مارس بحسب مصادر محلية والهلال الأحمر الإيراني. وقبل توجهه إلى محافظة غوليستان شمال شرقي إيران، وصف الرئيس روحاني الفيضانات بأنها ظاهرة لا سابق لها، حيث أصابت 25 من المحافظات 31 في إيران بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني. وتفقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الدمار الذي تسببت فيه الفيضانات في شمال إيران، وتعهد بتعويضات لكل المتضررين، ودعا القوات المسلحة لتقديم يد المساعدة في المناطق التي غمرتها المياه. وبحسب تقديرات مسؤولين فإن الفيضانات تسببت في أضرار بقيمة مئات ملايين الدولارات. الخبر الأخير، قالت استراليا وهولندا أنها تجريان محادثات مع روسيا بشأن التحقيق المستمر في إسقاط طائرة الركاب الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة MH17 فوق أوكرانيا. وسقطت الطائرة التابعة للخطوط الماليزية بعد أن أصابها صاروخ بوك روسي الصنع فوق شرق أوكرانيا المضطرب في 17 من يوليو عام 2014، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها 298. وكان ما يقرب من ثلثي ركاب الطائرة المتوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور مواطنين هولنديين، و38 منهم أستراليين. وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماري سباين ونظيرها الهولندي ستيف بلوك أن بلديهما يحرزان تقدما بشأن تحديد المسؤولين عن الكارثة بعد بدء اجتماعات ثلاثية مع روسيا في وقت سابق من هذا الشهر. وتواصل الدول الخمسة المعنية وهي أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا التحقيق في الكارثة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بالف خير.